ناحية تل براك. ذكرى شهيدات الحرية ساكنة في دان وليلى. حينما يكون القلب والقلم متوحدين يستحيل أن يستسلم المرء. الرفيقة سكينة جانسز ابنة مدينة تولجري ديرسم في باكور كردستان من مواليد 1957، صاحبة الشعر الأحمر وذات الابتسامة الجميلة والشخصية القوية. أدركت في سن مبكرة تناقضات تجاه الحقائق السائدة في وسطها الاجتماعي أنذاك، وبدأت مسيرتها في البحث عن الحقيقة لتصبح طفولتها مرحلة لتكوين وبناء الذات. يعتبرن الشهيدات ساكنة وفي دان وليلى من النساء اللواتي استطعن تحقيق التوازن بين رفض الخضوع والاستكانة للعادات والتقاليد البالية والمحافظة على القيم المقدسة التي اكتسبتها من البيئة التي نشأت فيها. وقد بدأن مسيرتهن بالنضال والمقاومة، وكانن من أوائل النساء اللواتي خلعن ستار التقاليد وكسرن حواجز الصمت وتوجهن بإرادتهن القوية نحو هدفين أساسيين، هما بناء حياة حرة إلى جانب خلق نساء أحرار. وكان استشهادهن في عام 2013، وفي هذا اليوم أشعلن لنا طريق الحرية وشمعة لم تنطفئ أبدا. لا زلنا نستذكر هذا اليوم ونحن كنساء روج آغار ونساء العالم أجمع نستذكر الرفيقات الثلاث، ونشهد أن في عام 2022 تم قتل من المكون الكردي في المركز الثقافي في عاصمة فرنسا باريس، لأنهم كانوا يستذكرون ذكرى استشهاد الرفيقات لكسر من إرادة الشعب الحر والنساء خاصة. ومن هذا المكان نستنكر وندين هذه الجرائم التي ترتكب بحق الحرية والإنسانية وبحق صانعو السلام وأبناء السلام، وأننا سنسير على خطى الشهيدات. شهيد نابل